مساء الورد حبايبي. اليوم هعمل لكم خلطة حنة مفيدة إن شاء الله في الرأس. أنا هنا حطيت بصلة بقشرها بعد ما غسلتها، وتوم بقشرها بعد ما غسلته، ومرمرية من العقتين، وحلبة من العقتين. هذه تتفور على النار لمدة 10 دقايق وتصفى، وتاخد الموية بعد ما تصفيها تعجني فيها الحنة معكم بالطريقة إن شاء الله خطوة خطوة. كمان شاهي، ملعقة شاهي ناشف، ونص ملعقة نص ملعقة نسكافيه. خلاص أخلطهم هذا كله مع بعض وأفوره 10 دقايق، وأصفي الموية وأعجن العجينة الحنة. فحطيت 4 أو 5 ملاعق حسب طول الشعر، وأحط كمان بودرة جوز الهند معاه شوية، وبعدين بالموية البصل والثوم اللي حطيتها هناك يفور. بعد ما تبرد الموية، ما تكون حارة، بعد ما تبرد أعجنها بإذن الله. وبرضي أخذت منهم، شوفوا دحين هذه الموية خلاص بردت، أعجنهم، أعجن الحنة. إذا ما عندك بودرة النارجين ممكن تجيبي السائل حقت النارجين. وبعدين أغسلهم، وبكرة أحط الوسمة هذه عشان الشيب حق الشعر. إذا في عندكم شيب في رأسكم ممكن تحطوا الوسمة. طبعا الشيب مو على الكبر ولا على، هي تيجي كده الشيب ساعات بالفجعة. خلاص أنا عجنت العجينة هذه وأخليها لمدة 2 ساعة. أغطيه، طبعا لازم يكون لكم كده اتعجنت مظبوطة، وغطيها. بدي أعمل الوسمة بإذن الله. اليوم بدي أعمل الوسمة، خليه تقعد 4 ساعات بشعري الحنة، بعدين أشطفهم، بعدين أعمل الوسمة وأخليها نص ساعة، نص ساعة، ساعتين في الشعر. ممكن نص ساعة، ممكن ساعة، لحد 2 ساعات تحطي الوسمة في راسك، بعدين خلاص تغسليهم. وهنا الموية اللي زادت عندي أنا هحفظها في الثلاجة عشان أعجن فيها مرة ثانية الحنة. خلاص، وأحط أعجنه باللبن. حاولوا يكون اللبن دافي. أعجنه باللبن لين ما يتعجن عليه. بعدين حطوه في البخاخ، الرشاش هذا البخاخ، حطوا موية وشاي وملح، وكله بعد فترة رشوا شعركم، والله البياض كله يروح بالرشة هذه. خليها تصير هذه تخينة. طبعا انتوا تحطوا الوسمة على قد طول شعركم، يعني إذا الشيب كثير تزودوا الوسمة عشان تملوا الشعر كله. إذا الشيب قليل وخفيف تقللوا من مقدار الوسمة، ونفس الشيء اللبن. خلاص العجين كده لازم يكون تخين. أنا حطيت، وبعدين كل فترة حطوا في البخاخ زي ما قلت لكم موية وملح وشاي، ورشوا في شعركم، وبإذن الله إن شاء الله تستفيدوا من الخلطة هذه. مساء الورد حبايبي. والله أنا دحين دوبي مغسلة شعري والحمد لله، واللون صار مرة حلو على سواد، والشيء